أين يعيش قوم يأجوج ومأجوج؟ ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم قصة يأجوج ومأجوج، وأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه، ومع ذلك لم يستطع العالم اليوم بما لديه من تقنيات وأجهزة وأقمار صناعية وأقمار تجسس ومراقبة من تحديد موقعهم. وقد وجد في الخرائط الجغرافية الإسلامية القديمة تحديدا لهم في شمال الكرة الأرضية وبالقرب من القطب الشمالي. ومن هذه الخرائط الخريطة الشهيرة التي رسمها العالم الإدريسي على شكل كرة. فهل يمكن القول أنهم في تجويف داخل الأرض بأحد القطبين بحسب نظرية الأرض المجوفة أو بغيرهما؟ فهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام، ونقف عاجزين عن تحديد موقع هؤلاء القوم بعددهم الغفير، ولا يسعنا إلا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. صدق الله العظيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. صدق الله العظيم. وتجدر الإشارة إلى أمر مهم، أن الله سبحانه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وهنا يرد التساؤل، أليست هذه الأراضين الباقية من غير الأرض التي نعيش عليها، سواء كانت في الفضاء أم تحت الأرض المعروفة لدينا، فأين توجد هي؟ إذا كانت في الفضاء لابد أن نتعرف عليها وعلى موقعها وهل توجد عليها حياة، وإذا كانت هي البقية تحت أرضنا فهذا يؤيد النظرية القائلة بوجود عالم آخر تحت الأرض. ولكن العلم عند الله في الأمور كلها، ولا نقول إلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ولعل الله سبحانه أن يهيئ من العلماء من يستطيع أن يثبت الحقيقة ويجلي لنا ذلك، إنه القادر على ذلك وهو على كل شيء قدير. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. إذا أعجبك لا تنسى الاشتراك والإعجاب.